السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم واحد لا فيديو ان شاء الله باذن الله على الطريقه ديال الرشيم في المبرة. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، هذه هي المبرة رقيقه. حيت تا الانتباه ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي اغلبيه ديال البنات كيسولوا على الطريقه باش غادي يرشموها. انا نعطيكم طريقه سهله، واخا حطها في القناه ديالي، حيت كاينين الاخوات كثار تبارك الله متبعيني في اليوتيوب. انا غادي نعاود معكم الطريقه ان شاء الله. كتشدوا واحد الطرف ديال الامام، يما اليسري يما اليمني، كتقلبوه كتحطوا الوجه ديالو فوق من الطبله كما كتشوفوا معايا البنات. كتجيبوا الرشمه ديالكم كتحطوا الرشمه، المهم كتكونوا نتوما راه قديتوا المسائل ديالكم، تراصيتوا كلشي وقديتوا الرشمه. كتجيبوا الرشمه البنات كتزكيوها، يعني كتبتوها بالفنايت. انا كندير الفنايت ولا كندير لي باري باش كنثبتوا الثوب ديالنا باش ما يتحركش، حيت عرفتوا المبرة هي كتحرك. المهم انا غادي نثبت ان شاء الله كما قلت لكم، راه كنثبتهم بالفنايت. هانتوما البنات الفنايت باش كنثبتهم، انا نثبت ونعاود نرجع معكم. من بعد ما ثبت الثوب ديالي، الرشمه من فوق من الثوب على القفا. هانتوما البنات الوجه كيبقى على الطبله. كنجيب التيكربون كنحطو على هذا الشكل هذا. التيكربون يكون جديد، ما ديروش تيكربون قديم باش تبان لكم الرشمه، خصوصا في المبرة كتبغي تيكربون يكون جديد. هانتوما البنات كتحطوا على هذا الشكل هذا. بعد ما زكيت الرشمه، يعني ثبتها بالفنيت كما قلت لكم، غديروا التيكربون من التحت، غتبداو تراسيو، غتبركوا مزيان على الستيلو، يعني غادي تضغطوا عليه مزيان باش تبان لكم الرشمه، حيت الا ما ضغطوش ما غاديش تبان. كتكملوا بهذه الطريقه هذه حتى كتكملوا الرشيم، عاد غادي تزولوا الفنايت. انا غادي نكمل ان شاء الله الرحمن الرحيم ونعاود نرجع معكم باش تشوفوا الطريقه الثانيه. كما شفتوا البنات، هانتوما راه الرشمه، هانتوما البنات مازال ما زولتها. ملي كتقلبوا شوفوا تبارك الله شحال مرشومه، يعني طريقه سهله تبارك الله. كما قلت لكم كتشدوا العبار اللي بغيتو، كتخلوا داكشي اللي غادي يدير خياط وغادي تقطع الطوق. هانتوما البنات مرشومه على حقها وطريقها. المهم انا غادي نحل هاد الفنايت وغادي نلصقو طرف على طرف، ضروري نلصقو طرف على طرف. وغادي خصكم واحد ستيلو ما كيكتبش، ما يكونش فيه المداد، ضروري ما يكونش فيه المداد، باش نوريكم الطريقه الثانيه. غادي تشدوا الطرف الثاني، غادي تشدوا تحطوا واحد على واحد كيف ما شرحت لكم. هانتوما البنات غتشدوا هذا الطرف تحطوه على الطرف الاخر، وغتشدوا غادي تثبتوا طرف على طرف، تثبتوا طرف على طرف. انا راه كنسهل لكم باش يجيكم الرشيم ديال المبرة يكون ساهل. انا غادي نعاود نكمل ونعاود نرجع معكم. من بعد ما تبت الفنايت، ها هما البنات تبت طرف على طرف، غادي تاخذوا تيكربون، غادي تحطوه بنفس الطريقه اللي حطيتو في الاول، بهذه الطريقه هذه.
غادي تقادوه وغادي تقلو بشي حاجه ثقيله. اش غنديروا البنات؟ هو ستيلو خاوي، غادي نبقاو نطراسيو على هذا الطراساج. كنديروا صبعنا بحال هكا، يدينا كنحطوها فوق من المبره وكنحاولوا نثبتوا يدينا بزاف فوق من المبره، كنحاولوا نضغطوا على ستيلو باش تخرج لينا نفس الرشمه. هادو راه وريضات. انا دائما الا كنطراسي كنعرف القياسات ديالهم، كنخدمهم دائريين، يعني كنطراسيهم دائريين، ما كنحتاجش انني نرشمهم. هاد الفنيت هادو كيساعدوكم انكم تثبتوا الثوب باش ما تمشيش لكم رشمه، حيت المبره ماشي بحال اي ثوب. المبره ما كتدخلش الماء. اذا اللهم تخدموها بالعقل باش حتى نتوما ما تعذبوش. انا كنطراسي العليفات غير بهذه الطريقه هذه، كنعرف القياسات ديالهم، كنعرف تقريبا شحال غادي ندير في كل وحده. يعني ما بعض المرات ما كنطراسيهمش. هانتوما البنات غنوريكم غير واحد شويه باش انايا نكمل. شوفوا البنات، ها هي باينه، يعني طريقه سهله. انا نكمل نعاود نرجع معكم. ها هي البنات كما كتشوفوا معايا، راه تبارك الله مرشومه على حق طريقها، ما غاديش تعذبوا معها وغادي تجيكم باينه. تبعوا الخطوات اللي قلت لكم والنصائح، وان شاء الله باذن الله غتجيكم ساهله، ما غاديش تعذبوا معها. طبعا ملي كتساليو كتحيدوا كتزولوا الفنيت. انا نقد شفتوا البنات، ها هي مرسومه باينه. هنا راه خليت الطق فين دوز السيفه ويتقطع الطق. يلا نتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم وتستافدوا منه.